كان تروح تسقسي ميسي يقول لك انا استحق البطاقه الحمراء. واخيرا وليد العاقل بدا كيخدم عقله. الوطني في المونديال. وانا نتكلم على مباراة البارحة، واش نتكلموا على واش هضر لي على مباراة البارحة نتكلم لك كي دار مليح مع هولندا، قلنا بانه حارس جيد. بالامس اخطا، نقول المحسن احسنت والمخطئ اخطا. انا نظن انه الحارس لوكا زيدان ما يليقش، يعني البروفايل تاعو ما يليقش بالمنتخب الوطني الجزائري. لوكا زيدان ربما يقدر ينجح في المنتخب الاسباني ولا البرتغالي، لكن مع المنتخب الجزائري ما نظنش انه هذا الحارس يقدر. اسبانيا كاع ما يلقاش بلاصتو تمايا، كل لقى في بلاصتو في اسبانيا ولا فرنسا، كاع ما يجي للجزائر ينجح مع المنتخب. لماذا وليد؟ شوف احنا المنتخب الوطني بكل صراحة نكونوا صريحين ما عندناش منتخب مستوى عالي ولا مستوى اول. تما زيدان مستواه اعلى من المنتخب. مش لا ما فهمتنيش. وضحنا لا تقولني ما لم اقل. وانت قل لنا ما تريد، ما الذي تريد ان تقوله. احنا سواء شوف ما نخليوهاش بين لا شوف، ربما زيدان يقدر يلعب مع منظومة دفاعية ولا منظومة يعني تاع لعب افضل في منتخبات اخرى، لكن مع المنتخب الجزائري مع دفاع مهلهل تحكي من ناحيه البناء، يعني تتكلم على منظومه. لا شوف يقدر يكون الحارس. شفنا احنا الحارس تاع الراس الاخضر كمثال فقط 40 سنه، يعني كان الكل في الكل امام المنتخب الاسباني. لكن كي تشوفوا زيدان ديما في المباريات اللي نحتاجوه فيها ما نلقاوش. فهمتني واش دار به يكون في الصحراء. هذا السبب نظن انه البارح تكلمنا هنا في البلاطو، نظن انه الحارسين بنبوط ولا رمضان نافيرايا يقدروا يقتنصوا الفرصه باش يكونوا في عارين المنتخب الوطني لبقيه المونديال. هذه غير نساها، هذه ممنوع شي واحد يدير البلاصه ديال زيدان، هذه راه باينه. هذه الخيار لا فقط يوجب على هذه فقط. سامر شوف، لا يمكن الجزم اليوم بانه يمكن حارس اخر ياخذ مكان زيدان، حتى وانه زيدان البارحه شوف ما كاش يدي بلاصتو. لا ما قلناش ما كاش يدي بلاصتو، عاود فهم. شوف الوقت الحالي، الظرف الحالي بدلناها مع شوشي لا ماشي مع شوشي يبدا بلاصه قواوي. لا ماشي كيف كان عندك حارسين من مستوى عالي جدا. ما تقارنش نتايا شاوشي ومبولحي، لو اليوم شاوشي هو الاساسي في المنتخب الوطني الجزائري مع تلك الحراس. اسمح لي، مع تلك الحراس مستوى عالي. ما قلناش ماشي مستوى عالي. لا شوف، لا تقولني ما لم اقل. شوف يقدر يلعب. شوف انا ما يقدرش يلعب. نكمل الفكره حتى الدنيا فرص. لا نكمل الفكره باش حتى نوضح الامور. شوف، فيه حارس اول وفي حارس ثاني وفي حارس ثالث. لا يمكن الثلاث حراس يكونوا بنفس المستوى الا واذا يعني تلقاها في منتخبات قليله جدا، على غرار مثلا نقدر نقول لك مثلا اسبانيا عندهم حراس مستوى عالي، حارس المغرب ما كتبغيش تخرج له، حارس في يعني كل حراس مستوى عالي. لكن في المنتخب الوطني الجزائري ثلاث حراس ليسوا بنفس المستوى. ما قلناش زيدان احسن من منبوط، لا ما قلتش انا من هذا. رانا نحكيو على مردود زيدان في مباراة البارحة. قلنا كان يسالف الهدفين، هذا متفق عليه. وشفنا من بين سلبيات زيدان وكنت تكلمت عليها نهار جا زيدان، ربما نهار قلتها. كاين ناس قال لك وش قال سمير العلام، انا شفناها البارح. طول الحارس يعني يشكل يعني نقطة ضعف بالنسبة للحارس. البارحة لو كان حارس يعني يمتاز بطول القامة لتصدى للهدف الأول لتسديد ميسي، حتى وكان خارج شوية. شوف يا نازل، شوف من بين نقاط، اسمح لي، من بين نقاط ضعف زيدان
لوكا زيدان هي قصر القامه. بعدين تقول لي الهدف الثاني اللي يعني الكره زلقتلو، انا نقول لك بانه الحارس مثله مثل اللاعبين اللي كانوا تائهين فوق ارضيه الميدان. لكن الحارس نعرف بانه الحارس لو يكون في يومه خاصة في مثل هكذا مباريات. رانا نتكلم على حارس جزر نايضة نكمل الفكرة محللين ديال الجزائر ناضيين. حارس جزر الرأس الأخضر، تكلمنا على حارس السعودية، يعني كانوا العلامة الفارقة بالنسبة للمنتخب بلادنا. لكن سامر نعطيك بك نوصل لك الفكرة سامر، فقط لاني حابب نوصل لك وانت باش توصلها للمشاهد باعتبارك مدرب، وما نقدرش ندخلوا لك هنا في الاختصاص تاعك. صح في مثل هكذا مباريات سامر نص غلطه تخلصها غالي. اكيد واش راني نقول لك، هذيك الهدف الثاني كان قادر يتفاداه. راك في نفس رغم انه زملائه كما قلت انت كانوا كاع مبحرين. لازم رانا في نفس السياق. انا واش قلت انت راك عاودتو قلت لك هاي لك مديت لك يعني الفرق ما بين حارسين اللي عطاو ضمانات لمنتخبات بلدانهم. حنا البارحه كان المنتخب مشتت، على الأقل كان الحارس يلزم يكون في يومه حتى نتفادى الهزيمة ب3 أهداف. هي ما قلناش شنو هي هذا كل خسارة للمنتخب الوطني. سمح لي يا شيخ، يخرجوا بعض الأبواق باش لكي ينالوا من الاتحادية. فهمتني؟ كاين ناس عندها مصالح شخصية، تصفية حسابات، خلفيات ومصالح شخصية وخلفيات يعني خبيثة لكي ينالوا من المنتخب الوطني والاتحادية، لأنهم بالك كانوا بزاف صحاب الهمهم. وليد لازمك تفهم، راح لهم هذوك الامتيازات ولا كل دقيقة يخرجوا يعطوا أسباب هذه الاتحادية هذا المنتخب الوطني لازم كذا، لازم تغيير، لازم يروحوا، لازم. كان تروح تسقسي ميسي يقول لك أنا أستحق البطاقة الحمراء. نقول لك حاجه، لي بروسيدور تاع الشكوى تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما بداتش اليوم ولا بدات بعد المباراة، لانه نعطيك معلومه، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد وليد صادي تكلم مع رئيس الفيفا حول، لانه كان حاضر بالمناسبه في المباراة، لانه يعني باعتباره مشجع أو المشجع للمنتخب الأرجنتيني واللي مدلل الفيفا ميسي، ياك جاني انفانتينو مشجع للمنتخب الأرجنتيني. يعني كي تشوف التفاعل تاعو مع الأهداف تاع إيطالي سويسري لبناني، لأنه حاز مؤخرا على الجنسية اللبنانية أيضا، أنه الزوجة تاعو لبنانية. قلت لك الجزائر هادو مشكلة والله، لا مشكلة. زعما ميسي كان يستاهل الحمراء، لكنه حيت هو مدلل الفيفا داكشي علاش ما عطاوهالوش. نعاودو نقولوا 2022 عطا لهم ثاني عطا التاج للمنتخب الارجنتيني. كما قلت لك وليد صادي تكلم مع رئيس الفيفا حول الاخطاء التحكيميه، مش خطا واحد، شفنا حتى الاعتداء على ابراهيم مازا يعني بالكوع، وين يعني شفنا هذاك اعتداء مع سبق الاصرار والترصد، يعني جابوا في الارض ديريكت. اول نوضوا على سلامتكم.